السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية. معكم مستر أحمد حمدي البحيري. النهاردة بإذن الله هنتناول درس مهم جدا جدا جدا. درس هو بعنوان تضاريس العالم. قبل ما ندخل على الدرس، بإذن الله تكونوا عملتوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. قناة البحيري إن شاء الله الدراسات فيها ومعاها سهلة وسلسة وبسيطة. إن شاء الله المعلومة نتناولها بشكل جميل وبشكل بسيط بإذن الله، نقدر نفهمه نقدر نستوعبه بكل سهولة. تعالوا مع بعض نشوف الدرس بتاعنا. نتكلم على تضاريس العالم، أو الدرس بتاعنا بعنوان تضاريس العالم. إيه هي التضاريس؟ زي ما احنا عارفينها هي أشكال سطح الأرض المختلفة. تضاريس هي أشكال سطح الأرض المختلفة، سواء مرتفعات أو سواء منخفضات. هنتعرف مع بعض على الجبال وعلى الهضاب وعلى السهول. وقبل ما ندخل على القارات بتاعتنا وقبل ما ندخل على التضاريس بتاعتنا اللي داخل كل قارات، تعالوا نعرف ايه الفرق ما بين الجبل والهضبة والسهل، علشان لما نيجي نتكلم أو نتحدث أثناء الحصة نبقى فاهمين ايه الفرق ما بينهم. الجبل بنقول هو أرض مرتفعة ولها قمة شديدة الانحدار من الجانبين. أرض مرتفعة ولها قمة شديدة الانحدار من الجانبين، يزيد ارتفاعها عن 1000 متر. يعني أي أرض مرتفعة بيزيد ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 1000 متر تعتبر جبل، بشرط إن لازم يبقى ليها إيه؟ لازم يبقى ليها قمة. يبقى كلمة جبل هي أرض مرتفعة ولها قمة يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن مستوى سطح البحر. طيب تاني حاجة عندي الهضبة. والهضبة زي ما احنا عارفينها هي أرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية. أرض مرتفعة مستوية أو شبه إيه؟ أو شبه مستوية. طبعا عندنا أمثلة ليها، عندي هضبة أثيوبيا، هضبة اليمن، هضبة بادية الشام، عندي هضبة الصحراء الغربية. كل ديت مجموعة من الهضاب متنوعة ومختلفة. طيب كلمة سهل. كلمة سهل حاجة سهلة خالص، يعني أرض منبسطة. أرض منبسطة مستوية أو شبه مستوية. وعندي نوعين من السهول، سهول ساحلية وديت السهول التي تكون على جانبي البحار والمحيطات، والسهول الفيضية التي تقع على جانبي الايه؟ جانبي الانهار. طبعا الجبال والهضاب والسهول موجوده في كل القارات، تختلف امتدادها ومساحتها من قاره الى اخرى. تعالوا نبص على اول قاره موجوده عندنا ونتعرف فيها على جزئيه من الايه؟ من التضاريس بتاعتنا. هنتكلم الاول عن الجبال. هنتكلم عن الايه؟ عن الجبال. هاخدها من الجزء الغربي حتى الجزء الشرقي. الجزء الغربي الاول وبعد كده الجزء الايه؟ الجزء الشرقي. الجزء الغربي هنا عندي الجبال اللي موجوده عندي في الخريطه اللي متلونه باللون الايه؟ باللون البني. هلاقي هنا جبال اسمها جبال طوروس، جبال اسمها جبال طوروس، ودي طبعا اللي موجوده في الشمال الوطن العربي اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت، موجوده في تركيا فوق هضبه الاناضول. يبقى هنا عندي اول حاجه في جبال من اسيا، جبال تقع في غرب قاره اسيا، هي جبال طوروس. عندي ايضا جبال زاجروس، جبال زاجروس وهي تقع بين العراق وايران، العراق وايران. تمام. طيب امشي ناحيه الشرق، هلاقي في الوسط مجموعه جبليه كبيره جدا، هي اسمها جبال الهيمالايا، جبال الهيمالايا، جبال
الهيمالايا. جبال الهيمالايا يا أولاد فيها أعلى قمة جبلية موجودة في العالم هي قمة جبل إيفرست. قمة جبل إيفرست اللي ارتفاعها 8848 8848 يعني حوالي 9 كيلو لفوق. ارتفاعها حوالي 9 كيلو. ارتفاع قمة جبل إيفرست 8848 متر. طب أروح كده أنتقل إلى شرق القارة ولاقي عندي جبال اسمها جبال اليابان. جبال اسمها جبال اليابان. يبقى عندي جبال توروس في الغرب، جبال زاجروس في الوسط، جبال الهيمالايا في الشرق، جبال الايه؟ جبال اليابان. طبعا مش هننسى جبال اسمها جبال الأورال، وديت فاصل بين أوروبا وآسيا. يبقى دي أول حاجة عندي وهي الإيه؟ وهي الجبال. طب تاني حاجة أتكلم عليها وهي الهضاب. هي الإيه؟ الهضاب. ألاقي عندي هضبة شبه الجزيرة العربية في الغرب، هضبة شبه الجزيرة العربية في الغرب. عندي في هضبة الدكن أو الدكن في الهند، هضبة الدكن في الهند. عندي أيضا هضبة التبت، هضبة التبت، هضبة التبت. هضبة التبت من أهم الهضاب اللي موجودة في العالم، وهي تسمى سقف العالم، تسمى سقف العالم. ويجي لي هنا سؤال ويقول لي بما تفسر تعتبر أو تسمى هضبة التبت بسقف العالم؟ هقول له لأنها أعلى من قمم بعض الجبال، أعلى من قمم بعض الجبال. ارتفاع هضبة التبت 4500 متر. 4500 متر يا مستر؟ طيب يا مستر مش انت قلت لي ان الجبل يزيد عن 1000 متر؟ ايوه. طيب ليه احنا دي هضبة؟ هقول لك خلي بالك، الفرق ما بين الهضبة والجبل ان الجبل له ايه؟ له قمة، اما الهضبة ليست لها ايه؟ ليست لها قمة. فهنا هضبة التبت تسمى بسقف العالم لانها اعلى من قمم بعض الجبال، ارتفاعها حوالي 4500 متر فوق مستوى سطح البحر. دي بعض الهضاب اللي موجوده. طبعا الجبال في اسيا تاني جبال، وفي هضاب تاني كتير جدا موجوده في قاره اسيا، ولكن احنا بناخد الايه؟ الاهم. طيب هننتقل دلوقتي الى السهول اللي موجوده في قاره اسيا، وهخلي بالي جدا من سهول قاره اسيا. عندي هنا السهول اللي موجوده، قلنا نوعين يا مستر، عندي سهول فيضيه وسهول ساحليه، سهول فيضيه وسهول ساحليه. عندي طبعا السهول الساحليه هنا التي تطل على المحيط القطبي الشمالي، على المحيط الهادي، على المحيط الهندي، وعلى البحار اللي موجودة سواء بحار مفتوحة أو بحار مغلقة زي إيه؟ زي بحر قزوين. كل دي اسمها سهول ساحلية. فمعظم قارة آسيا، كل تقريبا قارة آسيا تطل على الإيه؟ على سهول ساحلية. طيب السهول الفيضية اللي هلاقيها حول مجرى الأنهار. عندي أهم سهول، عندي سهول سيبيريا، سهول سيبيريا، ودي موجودة في شمال القارة، موجودة في شمال الإيه؟ شمال القارة. بيجري فيها بعض الأنهار، أنهار زي إيه؟ نهر أوب، نهر أوب، نهر أوب، نهر يانسي، نهر يانسي، نهر يانسي، نهر لينا، نهر لينا. يبقى عندي هنا السهول اللي موجودة في شمال القارة، هلاقي نهر أوب، نهر يانسي، نهر لينا. دول 3 أنهار. وبيجي لي هنا سؤال مهم قوي في الايه؟ في سهول سيبيريا. بيقول لي طبعا احنا عارفين ان السهول الفيضيه لها اهميه كبيره جدا، لانها سهول خصبه صالحه للايه؟ صالحه للزراعه. ولكن سهول سيبيريا تفتقد اهميتها الاقتصاديه. هذه السهول او هذه الانهار تفتقد اهميتها الايه؟ الاقتصاديه. ليه يا مستر تفتقد هذه السهول اهميتها الاقتصاديه او الانهار اوب وينسي ولينا اهميتها الاقتصاديه؟ قال لي لانها اولا طبعا يصب في المحيط القطبي الشمالي، موجوده في المنطقه المتجمده الشماليه، فهي انهار متجمده، انهار متجمده، ولذلك تفقد اهميتها الاقتصاديه.
طب عندي بعد كده سهول موجودة في الشرق اسمها سهول منشوريا، سهول منشوريا. عندي سهول شرق الصين، سهول شرق الصين، وهنا بتجري حول نهر اسمه نهر يانجستي، نهر اسمه نهر يانجستي. عندي أيضا سهول نهر السند، سهول نهر السند. عندي سهول نهري دجلة والفرات، دجلة والإيه؟ دجلة والفرات اللي بيصبوا في الخليج العربي. نهر السند بيصب في البحر العربي، نهر ينجستي بيصب في المحيط الهادي. تمام. ده بالنسبة للسهول الساحلية والسهول الفيضية. نيجي للقارة اللي بعد كده، طبعا هي قارة أفريقيا. طبعا احنا بنتكلم بنقول الأسئلة ماشي. هلاقي هنا قارة أفريقيا، وهي من أهم القارات ذات المظهر الهضبي، ذات المظهر الايه الهضبي. هقول اولا الجبال اللي موجوده. هلاقي عندي جبال اطلس في الشمال الغربي، في شمال القاره شمال الغربي موجود جبال ايه؟ جبال اطلس. طبعا ما بينها هضبه الايه؟ هضبه الشطوط، زي ما احنا خدنا كده السنه اللي فاتت. عندي اطلس الصحراء واطلس التل، ما بينهم هضبه اسمها هضبه الشطوط. يبقى عندي جبال اسمها جبال أطلس في الشمال الغربي، عندي جبال البحر الأحمر في مصر والسودان وأريتريا، عندي جبل في الشرق زي جبل كينيا وجبل كيليمنجارو، هو أعلى قمة جبلية موجودة في أفريقيا. عندي أيضا في الجنوب جبل اسمه دراجنزبيرج، دراكنزبيرج ماشي في الجنوب اهو خالص. هنا جبل اسمه دراكنزبرج. يبقى الجبال اللي موجوده في افريقيا جبال اطلس، جبال البحر الاحمر، جبل كينيا وجبل كليمنجارو، وعندي جبل دراكنزبرج. طيب ده بالنسبه للجبال. طب الهضاب، عندي طبعا هضبه الصحراء الكبرى، هضبه الصحراء الكبرى، وفيها مجموعه من الايه؟ من الهضاب، زي هضبه الصحراء الشرقيه وهضبه الصحراء الغربيه، وبيجري فيها طبعا هنا ايضا مرتفعات الاحجار او مرتفعات تبستي ماشي، وسهل اسمه سهل كالنشو. نتعرف عليه. يبقى هنا عندي هضبه الصحراء الكبرى، هنا طبعا واخده افريقيا كلها. عندي هضبه اخرى اسمها هضبه اثيوبيا، هضبه اثيوبيا. عندي هضبة اسمها هضبة البحيرات الاستوائية، هضبة البحيرات الاستوائية. عندي هضبة في الجنوب اسمها هضبة جنوب أفريقيا. يبقى هنا عندي الهضاب اللي موجودة في قارة آسيا، عندي هضبة الصحراء الكبرى، هضبة أثيوبيا، هضبة البحيرات الاستوائية، وهضبة جنوب أفريقيا. دي بالنسبة للهضاب. طب السهول يا مستر، عندي سهول ساحلية على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلنطي وعلى المحيط الهندي وعلى البحر الأحمر. يبقى تاني السهول الساحلية على البحر المتوسط، على البحر الأحمر، على المحيط الهندي والمحيط الإيه؟ والمحيط الأطلنطي. وساعات بيجي لي سؤال هنا في الجزئيه بتاعه السهول الساحليه، تضيق السهول الساحليه او تتسع حسب اقتراب المرتفعات من ساحل البحر. تضيق السهول الساحليه او تتسع حسب اقتراب المرتفعات من الايه؟ من البحر. طيب دي بالنسبه للسهول الساحليه. عندي سهول فيضيه حول، وطبعا عندي هنا سهول نهر النيل، وده هنا هلاقيه في 11 دولة. سهول نهر النيل ماشي، هنا ديت أكبر سهول فيضية موجودة في أفريقيا، سهول نهر الإيه؟ سهول نهر النيل. عندي سهول نهر النيجر، سهول نهر النيجر ويصب في خليج غينيا. طبعا نهر النيل بيصب في البحر المتوسط. سهول نهر النيجر بيصب في خليج غينيا. عندي نهر الكونغو بيصب في المحيط الأطلنطي. عندي نهر الليمبوبو في المحيط الهندي، طبعا ليمبوبو والزنبيزي دول الاثنين بيصبوا في المحيط الهندي. عندي نهر اورنج في المحيط الايه؟ الاطلنطي. دي سهول ساحليه وسهول فيضيه. قاره افريقيا هي وقاره كمان في قارات العالم الجديد، قاره استراليا.
بهم طبعا يتشابهون الاثنين افريقيا واستراليا في المظهر الهضبي، ويتميز بوجود السهول الصحراويه، سهول صحراويه. طبعا نفس الفكره، ولكنها بيغطي معظم اراضيها الرمال والحصى والايه والصخور. عندي هنا زي سهول الصحراء الكبرى، سهول كلينشو اللي موجوده في ليبيا. عندي بحر الرمال العظيم ما بين مصر وما بين ليبيا. عندي صحراء كالهاري اللي موجوده في جنوب الايه، جنوب القاره. تمام، ده بالنسبه لقاره افريقيا. طيب عندي قاره اوروبا، وهي اخر قاره من قارات العالم القديم. اهم التضاريس اللي موجوده عندي في قاره اوروبا، لو بصيت على الايه، على الجبال، هنلاقي هنا ان تتميز الجبال بارتفاعها الشاهق، ولكن طبعا يغطي قممها الجليد خاصة في الشتاء، وبتفصل ما بينها العديد من الأودية التي تجري فيها الأنهار. طيب ايه اهم الجبال اللي موجودة عندي؟ عندي جبال في الوسط اسمها جبال الألب، جبال اسمها جبال الايه؟ الألب، ودي تمتد من الغرب إلى الشرق، وليها العديد من المسميات، زي جبال الألب الدينارية في هضبة أو جزيرة البلقان، شبه جزيرة البلقان، وعندي جبال البرانس اللي في أسبانيا. كلها دي اسمها سلسلة جبال الألب. فهنا في الوسط تمتد من الغرب إلى الشرق، عندي هنا تمتد من الشمال للجنوب في جبال الألب الدينارية في شبه جزيرة البلقان. عندي هنا جبال البرانس موجودة في أسبانيا، جبال الألب، الألب الدينارية والبرانس. طيب ألاقي بعد كده عندي الهضاب. من اهم الهضاب اللي موجوده عندي هضبه اسمها هضبه الميزيتا، هضبه الميزيتا، وديت موجوده بتشغل معظم مساحه اسبانيا. عندي هنا هضبه اسمها هضبه فرنسا الوسطى، وديت طبعا بيتخللها انهار مهمه زي نهر الايه، زي نهر السين ونهر الراين، نهر السين ونهر الايه، الراين. دي بالنسبه للهضاب. طب السهول يا مستر، عندي طبعا سهول ساحليه موجوده على المحيط الاطلنطي، موجوده على المحيط القطبي الشمالي، موجوده على البحر المتوسط في الجنوب، وطبعا جزء من بحر قزوين اللي هو البحر الايه، البحر الداخلي. طيب السهول دي سهول ساحليه. طب السهول الفيضيه، عندي اهم السهول الفيضيه وهو سهل يمتد من جبال أورال من الشرق حتى المحيط الأطلنطي في الغرب، وهو السهل الأوروبي العظيم، السهل الأوروبي الإيه؟ العظيم. وأهميته إن هو يوجد به المدن الأوروبية الرئيسية الكبرى زي باريس وبرلين. طبعا أهميته إن هو تقوم فيه الزراعة، لأنه هي سهول سهل فيضي، فهو من السهول الخصبة الصالحة للزراعة التي كونتها العديد من الأنهار، زي نهر الفولجا، وهو أطول أنهار أوروبا، نهر الفولجا، وبيصب في بحر قزوين. عندي نهر الدانوب بيصب في البحر الأسود. عندي نهر الراين، وده هنا بيصب في بحر الايه، بحر الشمال. نهر الراين، نهر الدانوب، ونهر الايه، ونهر الفولجا. ده اهم التضاريس اللي موجوده في قاره ايه، في قاره اوروبا. طبعا لو حبينا طبعا نسال هنا، هنقول ايه هي اهم الجبال اللي موجوده عندي في قاره اوروبا؟ هقول له هنا جبال الألب والألب الديناريه وجبال برانس. بالنسبه للهضاب، عندي هضبه الميزيتا وهضبه فرنسا الوسطى. عندي السهول، سهول ساحليه على المحيط الاطلنطي والمحيط القطبي الشمالي والبحر المتوسط. عندي سهول فيضيه، هو السهل الاوروبي العظيم. وترجع اهميه السهل الاوروبي العظيم ان هو سهول سهل صالح للزراعه، ويوجد به العديد من المدن الاوروبيه الرئيسيه الكبرى زي برلين وباريس. طيب تعالوا كده نعمل ريفرش للمعلومات كده اللي عندنا. هاخد بعض الاسئله اللي موجوده سريعا، مش هقول
بيقول لي هنا ممكن سؤال كده يجي لي ويقول لي إلى أي المناطق تنتمي هذه الظاهرات الجغرافية أو إلى أي القارات. لو خدت هقول لك جبال زي رقم 4 هنا جبال البرانس. جبال البرانس هنا، جبال البرانس تقع في أوروبا، قارة أوروبا طبعا في أسبانيا. عندي مثلا سهول حوض الكونغو. سهول حوض الكونغو ده طبعا هنا موجود في افريقيا وبيصب في المحيط الاطلنطي. نهر اللمبوبو طبعا ايضا في افريقيا وبيصب في المحيط الهندي. هضبة الدكن. هضبة الدكن وهي طبعا موجودة في الهند. هضبة الايه الدكن. هضبة الحبشة موجودة اللي هي ايه في شرق قارة افريقيا. نهر الدانوب. نهر الدانوب ده هنا بيصب فيه البحر الايه الاسود في اوروبا. جبال زاجروس. جبال زاجروس ده هنا موجود في اسيا بين العراق وايران. سهول نهر السند ايضا موجود في قاره اسيا ويصب في البحر العربي. هضبة الميزيتا. هضبة الميزيتا موجودة في أسبانيا في قارة أوروبا. نهر اليانجستي ده هنا موجود في آسيا في سهول شرق الصين ويصب في المحيط الهادي. سهل كالينشو. سهل كالينشو موجود طبعا من السهول الصحراوية اللي موجودة في قارة أفريقيا في ليبيا. نهر الفولجا. نهر الفولجا هو أطول أنهار قارة أوروبا ويصب في بحر قزوين. سهول سيبيريا هي سهول متجمدة موجودة في شمال قارة آسيا. تعالوا نبص على تضاريس قارات العالم الجديد. تضاريس قارات العالم الجديد، ونتكلم عن أول قارة هي قارة أمريكا الشمالية. قارة أمريكا الشمالية. وهنا هنلاقي توأمة ما بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لما نيجي نعرف عنهم أو نتكلم عنهم إزاي. لو بصيت على هذه التضاريس هلاقي ان هنا جبال. طبعا تميز امريكا الشماليه بوجود الجبال هنا في الشرق. جبال اسمها جبال روكي. جبال اسمها جبال روكي طبعا بها اعلى جبال موجوده في امريكا وبيغطي قممها الجليد خاصه في فصل الايه الشتاء. هنا في الغرب. هنا في الشرق الاقي جبال اسمها جبال الابلاش. يبقى هنا جبال الروكي وجبال الابلاش. جبال روكي وجبال الايه الابلاش يا بلاش. طيب الهضاب اللي موجوده قال لي عندي هضبه اسمها هضبة المكسيك. هضبة اسمها هضبة الايه المكسيك موجودة في جنوب القارة. هضبة المكسيك موجودة في جنوب القارة. في شرق القارة هضبة اسمها هضبة ليبرادور. هضبة ليبرادور. هضبة ليبرادور موجودة في شرق القارة. يبقى هضبتين، هضبة ليبرادور وهضبة المكسيك. جبال روكي وجبال الأبلاش. طب السهول عندي سهول ساحلية موجودة على المحيط القطبي الشمالي وهي طبعا متجمدة. عندي على المحيط الأطلنطي في الشرق وعندي على المحيط الهادي في الغرب وهي طبعا سهول ضيقة بسبب اقتراب المرتفعات منها. طب السهول الفيضية وهي سهول وسطى. سهول في الوسط وتمتد من المحيط القطبي الشمالي حتى خليج الايه المكسيك. تتسع شرقا في جبال روكي ويغطيها طبعا الجليد في الشمال. بها بعض البحيرات زي في كندا والولايات المتحدة الأمريكية اللي هي البحيرات العظمى اللي موجودة اللي هم ساوبيريو وهورن وإنتاريو وإيري وبحيرة ميتشيجن. دول 5 بحيرات رئيسية ويعرفوا بالبحيرات العظمى. طبعا أهم البحيرات أو أهم الأنهار اللي موجودة في السهول اللي هي سهول الوسطى عندي هو أطول الأنهار نهر المسيسيبي في الجنوب. نهر المسيسيبي الجنوب. تمام. عندي نهر سانت لورنس ويصب في خليج سانت لورنس.
تمام، نهر سانت لورنس. عندي نهر اسمه نهر نيلسون، نهر نيلسون ويصب في خليج هيدسون. ماشي، دي السهول الفيضيه والسهول الساحليه اللي موجوده. تعالوا نبص على توأم امريكا الشماليه، قاره امريكا الجنوبيه. قاره امريكا الجنوبيه وزي ما احنا شايفينها كده هي على شكل مثلث رأسه في الجنوب، شبيهة جدا بمظاهر أو ظواهر طبيعية لأمريكا الشمالية، لأنه بيسودها طبعا أو على الجزء الغربي منها جبال اسمها جبال الإنديز. جبال الإنديز وهي تمتد من الشمال إلى الجنوب، موجودة في غرب القارة. عندي هنا الهضاب، عندي هضبة جيانا، هضبة جيانا، عندي هضبة باتاجونيا، هضبة جيانا في الشمال وهضبة باتاجونيا في الجنوب، وفي الوسط هضبة اسمها هضبة البرازيل، هضبة البرازيل وهي أكبر هضبة موجودة وأكثرها ارتفاعا موجودة في قارة أمريكا الجنوبية، وهي موجودة في شرق القارة. طيب، بالنسبة للسهول الساحلية عندي سهول تطل على المحيط الأطلنطي موجودة في شرق القارة. عندي سهول تطل على البحر الكاريبي، وسهول في الغرب، سهول ساحلية ضيقة بسبب اقتراب جبال الانديز منها، موجودة على المحيط المحيط الهادي. تمام، انا هنا عندي جبال اهمها جبال الانديز. عندي هضبه اسمها هضبه جيانا موجوده في الشمال، هضبه البرازيل موجوده في الشرق والوسط وهي اكبر الهضاب. عندي هضبه باتاجونيا موجوده في الجنوب. عندي اهم الانهار نهر اللي هو الامازون، طبعا ديت هنا سهول فيضيه بقى زي سهول نهر الامازون، وهو اوسع السهول الفيضيه اللي موجوده في العالم، ولكنه غير مأهول بالسكان طبعا لظروف احنا هناخدها لما نيجي نتكلم على درس السكان. نهر الامازون هي اوسع السهول الفيضيه اللي موجوده في العالم. عندي انهار زي نهر بارانا وباراجواي، وديت موجوده في سهول اسمها سهول البامباس. ماشي، ونهر هنا البلاتا وده بيصب في المحيط الاطلنطي. عندي هنا نهر الاوريانكو، سهول نهر الاوريانكو وده بيصب في البحر الكاريبي. يبقى هنا السهول الساحليه موجود عندي البحر الكاريبي، موجود عندي المحيط الاطلنطي، موجود عندي المحيط الهادي. السهول الفيضيه سهول نهر الاوريانكو في الشمال، عندي نهر الامازون بيصب في المحيط الاطلنطي، عندي سهول البنباس ايضا بيصب في المحيط الاطلنطي. ماشي، ده بالنسبه لقاره امريكا الجنوبيه. زي ما قلنا ان هي تتشابه قاره امريكا الجنوبيه مع قاره امريكا الشماليه في التضاريس، وهي وجود المرتفعات في الغرب والهضاب في الناحيه الشرقيه. القاره الجديده هي قاره استراليا. قاره استراليا، سؤال وهنخلي بالنا منه، بيقول لي تتشابه قارة استراليا مع قارة أفريقيا. السؤال ده هنجاوب عليه في آخر الجزئية دي. لو بصيت هنا على قارة استراليا زي ما احنا شايفينها، هي عبارة عن جزيرة كبيرة تتميز بوجود الجبال في الشرق، جبال الحاجز الكبير وجبال الحاجز، هنا جبال الحاجز الكبير الشمالية والجنوبية، جبال الحاجز الكبير الشمالية والجنوبية. ده بالنسبة للجبال وهي أكثرها ارتفاعا وتتخللها بعض الأنهار. عندي هنا الهضاب موجودة، هضبة كبيرة جدا بتشغل معظم مساحة استراليا، هي الهضبة الغربية. الهضبة الغربية هنا ألاقي السهول، سهول ساحلية
موجودة هنا في الشمال على بحر أرافورا، وده اللي بيفصل ما بين استراليا واندونيسيا. قارة اسيا هلاقي هنا في الشرق، وهي سهول ساحليه ضيقه تطل على المحيط الهادي بسبب وجود او اقتراب جبال الحاجز الكبير. عندي هنا سهول ساحليه على الخليج الاسترالي وعلى المحيط الهندي في الجنوب والغرب، وهي سهول ساحليه متسعه. تمام، يبقى هنا ضيقه بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير اللي هي على المحيط الهندي. طب السهول الفيضية، ألاقي هنا سهول فيضية متسعة تجري في نهري ميري ودارلينج. ميري ودارلينج هنا سهول فيضية، سهول فيضية خصبة ويصبان نهري ميري ودارلينج في الخليج الاسترالي الكبير. وطبعا هنا سهول زراعية وتوجد بها العديد من المدن المهمة. أيضا يوجد في قارة استراليا سهول صحراوية، سهول صحراوية، وهي توجد في داخل وغرب القارة، وهي عبارة عن صحاري رملية تقل بها موارد موارد المياه. فأنا هنا عرفت دلوقتي السهول اللي موجودة أو المظاهر السطح لقارة استراليا. هنا الجبال، عندي جبال الحاجز الكبير في الشرق الشماليه والجنوبيه. الاقي عندي هنا الهضاب زي الهضبه الغربيه في الوسط والغرب. عندي سهول ساحليه في الشمال بحر أرافورا، في الشرق المحيط الهادي وهي سهول ساحليه ضيقه، في الجنوب والغرب المحيط الهندي، وطبعا الخليج الاسترالي الكبير. عندي سهول فيضيه نهري ميري ودارلينج وصبان في الخليج الاسترالي الكبير. الاقي هنا سهول صحراويه موجودة تمتد من إلى الغرب. طب السؤال اللي احنا كنا قلناه وهو تشابه قارة استراليا مع قارة أفريقيا هنا، لأنهما يسودهما المظهر الهضبي، يسودهما المظهر الهضبي. هلاقي معظم قارة أفريقيا عبارة عن هضاب، وأيضا هنا هلاقي استراليا عبارة عن هضاب. هلاقي هنا موجود في استراليا سهول صحراوية، كما ايضا موجود في قاره افريقيا سهول صحراويه. تمام. بكده يا شباب احنا خلصنا الايه، خلصنا تضاريس العالم اللي موجوده. تعالوا بس كده نبص على الخرائط اللي موجوده قدامنا، وان شاء الله طبعا الاسئله بتاعتنا هتنزل على الجروب الواتس وعلى صفحه البث المباشر لمستر احمد حمدي، اسمها دراسات 2024. هنا دي طبعا هنا لو بصيت على الخرائط اللي موجودة زي ما احنا شايفين. طبعا بشكركم على حسن استماعكم. إن شاء الله نراجع الدرس كويس جدا، نذاكره كويس أوي أوي أوي. طبعا أسعد إن أنا استنى اسئلتكم، سواء في الكومنتات تبقى موجوده تحت البث بتاعنا او الصفحه بتاعتنا او الدرس بتاعنا، او على جروب الواتساب. طبعا الرقم موجود، هنلاقي برضو الجروب، هنلاقي اللينك بتاعه موجود، الصفحه موجوده. يسعدني ان انتوا تشاركوني وتدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. بإذن الله نتلاقى على خير في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. كان معكم مستر أحمد حمدي البحيري. شكرا لكم شباب، استمتعت إن أنا أكون معاكم، نتلاقى على خير بإذن الله دايما إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.